أهلا وسهلا بكل مكشخين. مواجهة نارية بين الترجي الرياضي التونسي والأهلي المصري في ربع نهائي دور أبطال إفريقيا. تحليل شامل، قراءة فنية ونفسية، كواليس، تأثير الجمهور، سيناريوهات التأهل، وأهم المفاتيح التكتيكية قبل القمة العربية الإفريقية. هل الترجي جاهز للثأر؟ هل الأهلي ينجم يتجاوز عقبة الترادس؟ شنو هو تأثير اللعب من غير جمهور؟ فيديو مفصل لكل الترجيين وكل عشاق الكرة الإفريقية. يا جماعة اسمعوني مليح، ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والقرعة تجيب الترجي في وجه الأهلي. يا أخي هذا ربع نهائي ولا نهائي قبل النهائي؟ ماتش فيه تاريخ، فيه ثأر، فيه جماهير، وفيه حرب إعلامية من توا قبل ما تبدأ الكرة الدور. اليوم باش نحكيو بالتفصيل شكون الأقرب للتأهل، وين تنجم تتحسم المواجهة، في تونس أو في مصر. شنو هو لازم يصير باش الترجي يترشح ويعدل الأوتار؟ وهل الأهلي ينجم يلعب الإياب من غير جمهور، خاصة بعد الأحداث الأخيرة أمام الجيش الملكي يعني المغربي؟ وشفتوا كيفاش المقذوفات وكيفاش تحول الملعب إلى ساحة من القوارير البلاستيكية. خليكم معايا للآخر خاطر باش نحكي حاجات مهمة برشا. شوفوا المسار مليح اللي يترشح بين ترجي والاهلي، ينجم يقابل سان داونز في النصف النهائي. يا اخي هذا مسار بطولة ولا حرب قارية؟ بصراحة المسار هذا هو الأقوى في البطولة. على الجهة الأخرى فما بيراميدز، الجيش الملكي، نهضة بركان، الهلال، فرق محترمة. أما وزن الأهلي والترجي وسان داونز تاريخيا مختلف. نحكيو بصراحة، الترجي في الفترة الأخيرة تحسن برشا، برشا لاعبين رجعوا لمستواهم، استقرار نسبي في التشكيلة، روح قتالية رجعت شوية. أما السؤال المحوري، هل الفريق جاهز ذهنيا؟ خاطر ماتشوات الأهلي ما تتلعبش كان بالساقين، تتلعب بروح وبقلب وبحضور ذهني 100%. غلطة واحدة، تسرع واحد، تضييع فرصة واحدة، تنجم تبدل مصير موسم كامل. ما نجموش نكذبوا على رواحنا، الأهلي فريق يعرف كيفاش يلعب المواعيد الكبيرة، يعرف كيفاش يسير ماتش، يعرف كيفاش يقتل الريتم وقت يلزم، ويعرف كيفاش يوجعك في أول فرصة تتوفر له. اما الاهلي الموسم هذا مش نفسه الاهلي اللي شفناها في اقوى نسخ متاعه. فما اهتزاز، فما تعادلات، وفما ضغط جماهيري كبير، وهذا ينجم يكون عنصر ايجابي للترجي الرياضي التونسي لو يعرف يستغله. الجمهور يعتبر هو عامل ونقطة التحول مباراة الذهاب في رادس، والسؤال هنا هل الدولة تنجم توفر حضور جماهيري كبير؟ هل ينجموا يدخلوا أكثر عدد ممكن؟ رادس وقت يكون معبي ما هواش ملعب، هو جحيم بعينه. أما الأهم فما كلام على إمكانية عقوبة للأهلي تخليه يلعب الإياب من غير جمهور. لو يصير هذا المعادلة تتبدل 180 درجة، خاطر الأهلي في القاهرة مع جمهوره حاجة ومن غير جمهوره حاجة أخرى. أما زادة ما ننساوش الأهلي ربح بطولات خارج أرضه، يعني ما يلزمناش نراهنوا كان على عمل الجمهور. الجانب الذهني هو الفصل الحقيقي. خليني نقولها بصراحة، المواجهة هذه 60% ذهنيا، ضغط إعلامي، استفزازات، تصريحات جمهور، تاريخ بين الفريقين. اللي برد أعصابه أكثر، اللي يعرف يسير الماتش، اللي ما يدخلش في الاستفزاز، هو اللي باش يترشح. عنا تقريبا شهر قبل المواجهة، الشهر هذا ينجم يكون فرصة لعودة المصابين، فرصة لتحضير بدني قوي، فرصة لتجربة خطط مختلفة. أما في نفس الوقت رزنامة معبية، ماتشات بطولة، ضغط نتائج، يعني ما ثماش وقت للراحة. المفاتيح التكتيكية للمواجهة، الترجي لازم يسجل في الذهاب، ما يقبلش هدف في رادس، يلعب بذكاء في القاهرة، يستغل الكرات الثابتة، ويحافظ على التركيز 180 دقيقة كاملة. الأهلي باش يحاول يجرك للعب متاعه، يكسر الريتم، يستغل أخطاء دفاعية. المواجهة تكتيكية بامتياز. الماتش توقعاته صعيبة صراحة، خاصة بعد عودة الترجي في المواجهات الأخيرة، وتحس أنه الترجي قاعد برجوع لاعبيه يعني من الإصابات، خاصة في محور الدفاع، قادر أنه ينافس الأهلي المصري. الماتش 50-50،
ما فما حتى فريق ينجم يقول لي ماتش مضمون قبل بدايته. تفاصيل صغيرة باش تحسم ضربة جزاء، ورقة حمراء، هفوة حارس، لقطة فار، واللي يعدي يعني الأهلي في الربع النهائي ينجم يوصل للنهائي بنسبة كبيرة. الترجي قدام فرصة تاريخية باش يرجع يثبت اللي هو رقم صعيب في افريقيا، والاهلي قدام تحدي كبير. المواجهة هذه ما هيش كمباراة، هذه ملحمة عربية افريقية. قولوا لي في التعليقات شكون يترشح، قداش تتوقعوا نتيجة الذهاب، وما تنساش اللايك، الاشتراك، وشارك الفيديو مع اي مكشخ واللي اهلاوي تعرفوا. الى اللقاء.